احساس انك مالكش نفس لاي حاجه، وانك فاقد الشغف، وان الكسل متملكك ومش قادر تقوم تتحرك. بس تعرف اللعبه كلها في ايه؟ اللعبه كلها ان هي حلقه مفرغه، لو ما كسرتهاش هتفضل فيها طول عمرك، وعمرك كله هيضيع وانت جوه. الشغف اصلا مش شيء يعتمد عليه. ما ينفعش تبقى مستني تذاكر عشان عندك شغف، او مستني تشتغل عشان عندك شغف. ما انت لو ما اشتغلتش هتجوع، ولو ما ذاكرتش مش هتنجح. الشيء الوحيد اللي يحكمك هنا هو الانضباط، والشغف هيرجع تاني لوحده. كان في نظريات كتير ودراسات كتير بتقول ان انت لما تيجي تحط نفسك في الشغل وتتعود عليه وتخليها عاده، غصب عنك هيكون عندك شغف بيه. وبشكل شخصي النظريه دي انا جربتها كتير جدا. كان بيبقى مش عندي شغف زي ما بيقولوا، او كسلانه، او مش قادره اقوم اتحرك، واقوم اتحرك غصب عني واحط نفسي في المذاكره كام يوم بالكتير، وببتدي احس اكنه روتين وانا محتاجه اعمل نفس الحاجه كل يوم. عشان كده اصعب شويه دايما بيبقوا اول شويه في اي عاده. اول كام يوم هتذاكر فيهم، اول كام يوم هتصحى بدري، اول كام يوم هتبطل سجاير، وبعد كده هتلاقي الموضوع بقى اسهل كتير. انت مش محتاج تكون عبقري عشان تنجح، انت بس محتاج تكون منضبط، وما تسيبش نفس الاماره للسوق تاخدك للقاع وتكسل.